دەستێکی کارا و چالاکی بووە لە بواری ڕۆشنبیریە لە دەباری گەرمیان بەتابەت ئەم گۆڤاران کە بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي أحمد جمال كفري من قضاء كفري تولد 74. احنا الآن حاليا في بناية الجمعية الثقافية كومالي روناق بيري كفري وفي متحف بيت التراث أحمد كفري. نرحب بقناتكم الكريمة وسعداء جدا بتواجدكم في قضائنا الحبيب، ونشكر اهتمامكم بالتراث العراقي والفلكلور الكردي خاصة. فكما تلاحظون اليوم أنه إحنا متواجدين بهذا المتحف اللي هو شيء بسيط أقدر أقدمه لأبناء مدينتي، وأتمنى أنه الباقيين يأخذون على طريق هذا الطريق وينشؤون بكل قضاء أو ناحية مثل هذه المتحف أنشئ عام 2003، وب 2017 أسست رابطة المتاحف التراثية العراقية الخاصة الغير حكومية، ولحد الآن الحمد لله والشكر يوجد أكثر من 83 متحف منضمين إلى هذه الرابطة، حيث تعمل هذه المتاحف وعلى نفقاتها الخاصة بخدمة التراث والحفاظ على هوية كل مدينة يعيشون فيها. المتحف يضم العديد من المواد الكراستا القديمة ومن الأنتيك الخاص بقضاء كفري. كذلك أيضا بجانب هذه كوني كمتحفي أنا فنان مصغرات، أعمل في البيوت التراثية المصغرة، كذلك أترأس هذه الرابطة وإلي شرف بتواجدكم معي. المتحف كما ترون هي تضم أقسام كان مخطط لها في البداية أنه كل قسم يمثل مهنة من المهن القديمة التي انقرضت في قضاء كفري، لكن بقت الحال كما هي عليه بسبب الأوضاع المالية، والحمد لله والشكر لاقت نجاح كبير. كان المتحف في البداية في بدء الأمر كان في البيت، لكن لقلة اتساع البيت وكثرة المواد انتقلنا إلى هذه البناية مشكورين للجمعية الثقافية. طبعا نحن كأصحاب متاحف نعاني من كثير من المشاكل، وهي أنه إحنا لحد الآن لا نمتلك هويات أو أوراق خاصة مرخصة بنا من قبل الحكومة. أيضا نطالب يعني الجهات المعنية بربطنا بالمنظمات الدولية والمحلية المهتمة بهذا الشأن وإقامة المهرجانات لغرض التعارف وتطوير أماكننا. كذلك سوف يكون لنا الشرف أن قامت لجان بزيارة هذه المتاحف من المختصين الذين لديهم رؤية أوسع وأكبر في ترتيب وهذه الأشياء.